كبرياء رجل وامرأة شرقيان قتل حب الرضيع لم يكمل من عمره أياما قليلة. عندما سئلت إحداهن عن سبب وفاة حب الرضيع لم يكمل من عمره أيام أجابت: لا هو قال ولا أنا بحت، ولا هو أعطاني إشارة، ولا أنا لمحت. تحبني؟ لا أعلم، قالها مكابرة. تحبينني؟ لا أؤمن بالحب إلا بعد عشرة، قلتها مراوغة. لمن لم نرتبط باختصار؟ هو تكبر وأنا سجلت. هكذا تقتل الأحلام والمشاعر الرضيعة. كبرياء أحمق واتكالية مفرطة ليست مناسبة بهذه المواقف. قتلنا طفلا رضيعا لم يبصر النور. ترى من القاتل، أنا أم أنت؟ لم لم تبادر؟ ألست رجلا؟ يا هذا أنوثتي تمنعني المبادرة. هذا ما قدر لي. خسرت طفل الرضيع لأنني أنثى مكتومة المشاعر خلقت في هذه البلاد. لكن ما حيلتي؟ أحببت شرقيا كاملا مستبدا بجهله للأبد. لم يرث من أسلافه سوى العقد. نحن الشرقيين نتوارث العقد بالتواتر. حبنا لم أكن قاتله أنا بل أنت. فيا ليتك بحت. لو كنت رجلا بحق تخليت عن كبريائك وبادرت.